أكلة فسيخ رابع يوم العيد يا جماعة. ما هو مش كل يوم بقى في العيد هناكل لحمة. كل سنة وانتم طيبين. الفسيخ ده أنا عاملاها على إيدي وهعمله مرة قدامكم. عمايله سهلة جدا، علمته لناس كتير معانا وبيعملوه بيشكروا في طريقته الحمد لله. وبعد ما فتحته وغسلته طبعا زي ما بنقول نكسر السم بتاعه بشوية زيت احنا قادحينهم وعصير ليمون. بعد كده اللي عاوز يحط خل او يحط شطة براحته، لكن هو مطلوب مني يدوبك بالليمون بس. ده بوري اصلي. في دبارة يا جماعة تاخدوا بالكم منها، ما بتبقاش حلوة في التفسيخ. تجيبوا البوري الاصلي. وعملت كمان شوية بيقولوا عليه كماد، بيقولوا عليه أبابير، احنا في بلدنا بنقول عليه أبابير أو أنابير بالمعنى الصريح كده. شوفوا بيبقى مفتوح، ده بناكله مع الفسيخ. وأنا عاملاها على فكرة في حلقة قبل كده، عجينه وطريقته وخبيزه أنا عاملاها في حلقة قبل كده، واكلينه برضو مع الفسيخ في شم النسيم. ده كيلو دقيق يا جماعة عمل معايا حوالي 50 وحدة. الواحدة نص ديت نصها بتتباع ب1.50 في بره. وعلى فكرة البلد اللي انا فيها ما بيعملوش فيها كتير. ديت انا جايباها من بلدنا، من بلد ابويا الله يرحمه، وانا جاي ان شاء الله يعجبكم ويكون فيه شير ولايك، وكل سنة وانتم طيبين.